في الأيام الأخيرة الفيضانات اللي عرفات عدد من مناطق المغرب خلقت وضع استثنائي وأثرت حتى على قطاع التعليم في بزاف ديال الجهات بسبب ارتفاع منسوب المياه وتضرر الطرق والمسالك. قرر توقيف الدراسة مؤقتا في عدد من المؤسسات حفاظا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية. بزاف ديال العائلات تضررت واضطرت تغادر منازلها، وهذا الشيء طرح تساؤلات كبيرة حول كيفاش غادي يكملوا الأطفال قرايتهم. المسؤولين في التربية والتعليم أكدوا أنهم غادي يتعاملوا بمرونة وبمقاربة إنسانية مع تلاميذ المرحلين بسبب الفيضانات. أي تلميذ تبدلت المنطقة اللي ساكن فيها يقدر يلتحق مباشرة بأقرب مدرسة ليه بلا إجراءات معقدة وبلا عراقيل إدارية. المؤسسات التعليمية مطالبة تفتح الأبواب ديالها أمام التلاميذ الوافدين الجدد وتسهل عليهم الاندماج السريع. ما كاين حتى شرط ديال إشعار مسبق أو ملفات معقدة. الأولوية هي أن الطفل ما يتحرمش من حقه في الدراسة. بعض الأقاليم عاشت وضعية خاصة خلات السلطات توقف الدراسة في كل المدارس حتى تتحسن الظروف. القرارات تخدات بعد تقييم المخاطر، خصوصا مع السيول وارتفاع منسوب الوديان، باش ما يكون حتى خطر على التلاميذ. الرسالة الأساسية دابا هي أن حق التمدرس باقي مضمون حتى في حالات طوارئ، والتعليم غادي يستمر بطرق مرنة حتى ترجع الأوضاع طبيعية.